ازيكم عاملين ايه؟ انا رولا عامر. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة عندي في اليوتيوب. النهاردة عاملة لكم بقى الطحينة بطريقة سهلة كده في البيت، وطبعا تكلفة اقل بكتير من اللي بنشتريها جاهزة. وعملت لكم هنا سلطة الطحينة عشان اوريكم القوام بتاعها هيكون عامل ازاي. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه. جبت طاسة على النار وفتحت النار كده وحطيت 250 جرام من السمسم الابيض، يعني ربع كيلو من السمسم الابيض، وهبتدي اقلب فيه كده. انا مش هحمصه. الفكرة من ان احنا بنحط المقادير بتاعة الطحينة على النار بس عشان نطلع منها الرطوبة. تمام. فانا كده هقعد بايدي، حتى بصوا انا مش عايزاه يسخن قوي، اللي هو انا ايدي مستحملة السخونية بتاعة السمسم. فانا موطية النار كده وبقعد اقلب من تحت لفوق كده. انا عايزه السمسم يكون ابيض، مش عايزاه يتحمر، علشان الزيوت بتاعته هي اللي تطلع اثناء ما هطحنه. خلاص كده السمسم بتاعي اول ما احس ان هو هيبتدي يسخن مني على طول هنزله في طبق. وهجيب بقى هنا ده 100 جرام من السوداني. يفضل يكون السوداني فاتح. انا طبعا ما كنتش عندي فعملت من السوداني المجروش بتاعي، فاللي هو ايه يعني يفضل يكون لونه فاتح خالص كده. وبرضو نقعد نقلب فيه كده هوت علشان نطلع منه الرطوبة، بس ما يسخنش وما يطلعش منه الريحة جامد. هنا بقى هجيب 50 جرام من الدقيق. تمام، يبقى انا هنا 250 جرام من السمسم الابيض، 100 جرام من السوداني، و50 جرام من الدقيق. هقلبهم كده برضو اللي هو ايه، اطلع الرطوبة منه وانزله على طول عشان ما يتحمرش معايا في الطاسة. انزله من الطاسة على طول. اقلب بقى المكونات بتاعتي دي كده كلها مع بعض كده. المقدار بتاع الطحينة انا هكتب لكم المقدار بالظبط في صندوق الوصف. هجيب بقى الكبة او هجيب الخلاط، هحط ربع كوباية من الزيت. تمام. لو ما عندكيش كبة اشتغلي بالخلاط عادي. وهنزل بكل الخلطة اللي انا عملتها دي. هحط معلقة سكر وربع معلقة ملح. تمام. وهبتدي اشغل الخلاط بتاعي اللي هو ايه، اضرب وافصل اضرب وافصل. هنا طبعا انا حطيت في الاول ربع كوبايه زيت. هكمل، هي بتبقى كوبايه بس احنا بنحط في الاول ربع، وبعد كده الكوبايه دي هقعد انزل منها حبه حبه كده في الخلاط وهو شغال، واقلب المكونات بتاعتي. بصوا بقى، ولا هقولكوا اطحنوا في مطحنة ولا اي حاجة، لا احنا هنشتغل على طول كده في الخلاط وهتطلع معاكي ناعمة جدا، ما فيهاش اي كلاكيع ولا حاجة، لا هتطلع معاكي مظبوطة خالص. تمام. وهنقعد ايه، اشغل في الخلاط واقفله او في الكبة، الحاجة اللي انت حابة تشتغلي فيها، لغاية لما الطحينة بتاعتي تنعم تماما وتبقى اكنها زي الجاهزة. وبل طبعا احسن بكتير، طعم السمسم واضح جدا. انا عايزه اقول لكم ان بره او الحاجات اللي هي المنتجات الجاهزه اللي بره بيكون فيها نسبه الدقيق عاليه جدا علشان يكتروا الطحينه. لا احنا بقى عاملين حاجه كده ايه، مظبوطه قوي. بصوا بقى القوام بتاعها. حطيها بقى في برطمان، اهم حاجه يكون نضيف، ما يكونش فيه ميه تماما يعني ناشف. تنزلي بقى الطحينة بتاعتك وتشيليها بقى في التلاجة، ووقت ما تحبي تستخدميها هتلاقيها. وهنا انا حبيت اوريكم ان انا لما هاجي اعمل سلطة الطحينة هتبقى عاملة ازاي معايا. طبعا طعمها كان جميل جدا، احلى من بتاعت بره مليون مرة. هنا انا حطيت الطحينة بقى واللي انا عملتها دي، وحطيت رشة كمون ورشة ملح، وهنزل بعصير ليمونة متصفية من البذر، وهحط معلقتين من الخل، وهحط طبعا بودرة الثوم، وهقلب بقى المكونات. بصوا بقى انا حابة ان انا كنت اصور الخطوة دي. بصوا بقى الطحينة ايه ابتدت تلم معايا ازاي، هي كده ايه مظبوطة يعني على الشعر زي ما بيقولوا. زودت هنا حبة مية كمان عشان افكها.
يعني هتقعدي بقى تزودي في ميه كده لغايه لما توصلي للقوام اللي انت عايزاه علشان تكون جاهزه معاكي. بجد هتعجبكم قوي فكره ان احنا نعملها في البيت. يعني نوفر الصراحه، انا حسيت انها بقت غاليه قوي، فحبيت ان انا اعرض الفكره ونوفر بقى وبمعنى اصح مش عايزين نشتري حاجه من بره تاني مادام قادرين نعملها في البيت. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتس، وان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم. ويلا جهزوها برضه عشان رمضان بيحب السلطات وكده، فهتبقى موجودة معاكي وجاهزة في التلاجة، تطلعيها في اي وقت بقى للفول، للسلطة البابا غنوج، هتلاقيها معاكي في اي حاجة انت عايزاها. وسمسم، طعم السمسم يا جماعة واضح فيها جدا. بجد الوصفة سهلة وما تلاقيش جسفي، واعملي ومفيش حاجة هتبوظ منك. واحنا بنحارب الغلاء زي ما بنقول. يلا كل سنة وانتم طيبين، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. كان معاكم لولا عامر.